إذا كنت تقول أن السنغال لديها تاريخ منذ 5000 سنين مع المملكة المغربية، وأنهم بينهم كذا وكذا، وأنه لا يمكن تخيل القرابة بينهم، كيف تفسر تصرف السنغال مع المملكة المغربية وهي في مرحلة تحضر فيها لكأس العالم، في مرحلة أمام إنجاز وتأتي؟ هذا سؤال ولا خطاب يا أخي؟ لا ولكن هذا سؤال ولا خطاب. لا ولا اسمع يا أخي، أنت ضيف عندي، اسمعني، أنت ضيف عندي وتركتك تخطب وتريد أن تحجر علي أن أخطب. والله أخطب إليك حتى يصلك المساج، حتى يصلك المساج. ولكن وجهت لي السؤال، أنا أريد أن أفهم منك. إذا كنت تقول أن السنغاليين شعبا وكذا وكذا، كيف تفسر ذلك التصرف الذي رأينا تلك الليلة، وذلك التكسير الذي رأينا، وذلك تعريض أرواح الناس التي رأينا تلك الليلة أن يصدر من السنغاليين؟ طيب، وليس المسؤولين الشعب. تفضل يلا قول لنا. أجيب. طيب قلت يعني بأن البيان عن الحكومة السنغالية موجه إلى من؟ ليس إلى المملكة المغربية، إلى الكاف، إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. البيان الرسمي للحكومة السنغالية ليس موجها إلى الشعب المغربي أو إلى الحكومة المغربية، بالعكس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وإذا تهمت الاتحاد الإفريقي من الرشوة؟ ولكن خليني نجاوب. إذا قلت يعني أن هناك الرشوة، أيوة، من تحقيق دولي، من تعني؟ الحكومة السنغالية طلب تحقيق دولي ضد من؟ ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ليس ضد المغرب. إذا كانت هناك رشوة في هذه المباراة، من الذي رشى؟ من يحكم الكرة القدم؟ الكاف. لا ولكن من الذي رشى الكاف حتى تعطي للمغرب الكأس؟ لا يا أخي، الكلمة تفهم بالمعنى وليس بالبلاغة. قلت الرشوة، نحن طلبنا أو حكومة السنغال طلبت تحقيق دولي، ولكن ضد من؟ ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ليس ضد المغرب والحكومة المغربية. ثالثا قلت بأنك موريتاني من أصل مغربي وجد سنغالي، إذا لست محايدا. اسمع جيدا، 100% حسب التعليق. أخي الكريم، لست محايدا. من قال لك أنني محايد؟ لا، أنا أعتقد لست محايدا. لست محايدا. لا لست محايدا، ولست أيضا عادلا في كلامك. لا ولكن تعيب الشعب السنغالي. لا أعيب الشعب السنغالي. لا أعيب على الخلاف بين الوزير الأول والحكومة بكرة القدم. يا أخي احترم الشعب السنغالي. لا تحترموا. لا تفضل المغرب على السنغال، لأننا إخوة. لا تفضل المغرب على السنغال، نحن والمغاربة إخوة. لماذا لا أفضل؟ أخي الكريم، دقيقة أنت بشوي غنتكلم معك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طلب منه أن يعدل بين زوجاته، وكان يميل لإحداهن ويعدل بينهما، ولكن في قلبه كان يميل إلى إحداهن، وكان يقول اللهم لا تحاسبني بما لا أملك، فكيف تدخل أنت في أحاسيسي وفي قلبي؟ لا علاقة لك بهذا الأمر. تحدث لنا في المقالات. إذن قل لي. يعني أنا ما يسجني أنك أنقلت كلمة لما فاز المنتخب السنغالي في كرة القدم. أخي الكريم، يا أخي أنت السنغالي يمكن أن تعلق لي على هذه الصورة. يمكن أن تعلق لي على هذه الصورة بطبيعة الحال. جمهور يغضب إما ضد الحكم وإما ضد اللاعبين. يعني هذه الرياضة، هذه يعني شيء طبيعي، ولكن هذه أشياء رياضية لا علاقة لها بالأخلاق البشرية، ولا علاقة لها بالحكومة، ولا علاقة لها بأي شيء. أخيرا أقول بأن المملكة المغربية العلوية الشريفة والجمهور الشعب السنغالي لديهما علاقات وتينة قبل مولود موريتانيا أو قبل وجود موريتانيا. خلي عنك موريتانيا. شوف، دخل موريتانيا. لا شوف أنا اشتعل الرأس شيبة. لا يمكن أن تأتي هنا وتحور للموضوع. أنا فاهمك، أنت باغي تدخلنا من باب موضوع موريتانيا والمغرب هذا خلي الباب، هذا ليس هو الموضوع. علق على هذا الأمر. الموضوع هذه الأخلاق. الموضوع هذه الأخلاق. اسمعني، الموضوع هذه الأخلاق التي السياسة على الرياضة، هذا هو لا مستحيل. أطلق السياسة على الرياضة. ابقى في الموضوع وقل لي، ابقى في الموضوع. إذا كنتم، اسمعني جيدا، احنا خلينا نتكلموا في العدل وفي القانون. أنتم قمتم بتصرفات مخالفة ومغايرة لأخلاق هذه كرة القدم، ونحن تعجبنا أن تأتي من السنغاليين نتيجة الحب والاحترام الذي لدينا للسنغاليين. هذا خطأ ارتكب عليكم أن تعترفوا به، وأنتم حتى الآن ما زلتم تكابرون، رغم أن كل الهيئات الدولية حكمت المملكة المغربية، ما زلتم تتهمونها بالرشوة وكذا وكذا. لا تقل المملكة، قل حكمت الكاف. وأخيرا المشكل ليس بين السنغال والمغرب، بل مع الكاف.
والمغرب مع الكاف. يا اخي لا تحاول ان تعرقل المشاكل بيننا وبين المغاربه. ليس بالعكس، نحن ندعو العكس. قبل الكره القدميه من فضلك اخيرا. نحن ندعو، نحن لسنا اناس يعني ذو الاخلاق السيئه. نحن نعيش مع الموريتانيين ونعيش مع المغاربه، ولدينا مشاكل معكم منذ القدم، منذ الاحداث سنه 1988، الاحداث السيئه التي وقعت بين السنغال والموريتانيا. قتلتم السنغاليين وعذبتم السنغاليين وامنعتم الدم ضد السنغاليين، وحتى الان ما زال العبوديه موجود في موريتانيا، العبوديه الممنوع من تطبيق دين الاسلام حتى الان. تحدث عن العبوديه في موريتانيا احسن من كره القدم. تحدث عن الناس الافارقه الذين لا يمثلون شيء في موريتانيا، لا في الحكومه ولا في البرلمان. يعني العبوديه الممنوع في موريتانيا تحدث عن ذلك احسن. انت بلدك بلد عنصري في العبوديه، في تمييز ميز العنصري، في كل شيء. الاخ طيب الان لما تكمل، انا لن تستطيع ابدا ان تحول الموضوع، ولن تحول الموضوع الى هذا. شوف، كلامك عن ما جرى بين الموريتانيين والسنغاليين انا شاهد عيان. اذا انا لا، هذا ليس موضوعي. تعرف لماذا؟ انا هنا يظهر انني نعل الله من ايقظ الفتنه وانت تريد ان توقظها. انتم ايقظتم الفتنه يا اخي. انت اسمع جيدا. بين الموريتانيين، شوف انت اتهمت هنا. لا اسكت يا اخي. أنا لما تتكلم بجانب المغرب وبجانب السنغال كن محايدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن كن عادل يا أخي. يا أخي اسمع جيدا، خلينا نتكلم. أنا عندما تفرغ أنت ما بصدرك وجعبتك من كلام بذيء وسيء لا أقاطعك، ولما أتحدث تبدأ أنت تتحدث، هذا ليس معقول. أنت عندما تتحدث وأخذ أنا الكلام، خليني أنا أخذ الكلام حتى أجيبك على كلامك. أنا لاحظت أنك من البداية تريد أن تقحم موريتانيا. أنا لست طفلا لتلعب علي. أنا عندي موضوع، والموضوع لدى هيئات دولية هي التي يجب. لماذا لا تنصاعوا؟ أنتم مكابرون وتأخذكم العزة بالإثم. إذا كانت السنغال فعلا تريد أن تتصالح مع تاريخها ومع شعبها الذي ذكرت عليها أن تعترف أنها ارتكبت أخطاء جسيمة في وجه اخيها وصديقها المملكه المغربيه، وانه اي يا اخي خليني اكمل جمله مفيده، فهمتني؟ وعليكم هذا، وانتم لازلتم تكابرون باليوم فقط، اليوم فقط، وبعد حكم الهيئات لصالح المملكه المغربيه. يا اخي انا اعجب عليك يا تريد ان تذهب الى وتعايدت الجزائر لا تقول بذلك. نحن لسنا مع الجزائر ولا مع اي شيء، نحن مع القرى. لدينا مشكلة. أي جزائر؟ من تحدث عن الجزائر يا أخي الكريم؟ من تحدث عن الجزائر؟ قلت بلد المجاور. من هو بلد المجاور؟ لا أنا ما تحدثت عن الجزائر. الإشارة تكفي يا أخي. كن مهائدا، كن عادلا في اللايف. أنا اسمعني جيدا. أنا يعني المشكل بين الكاف وبين اسمع أخي الكريم، اسمعني غير الكاف السنغالي. أما بين المغرب والسنغال أرجوك اسمعني لا تدخل هناك يا أخي الكريم. أنا جاوب بين المغرب والسنغال لا تدخل هناك أبدا. الباب اسمعني شوي، اسمعني. نعم. أنا بعد أن طلعت جاوني هنا رسائل على أنك متكرغل، ولكن أردت أن أتحقق من ذلك. لحت تنشر موريتاني ولحت تنشر الجزائر، وتأكدت أنك متكرغل وتريد أن لست متكرغل. أنا سنغالي من أب وأم وجد جد. أنا تعلمت في المغرب. دقيقة أبي طالب، تعلمت في المغرب 10 سنين وأنا في المغرب، في مدينة قصر الكبير، في تطوان، في عرايش. تعلمت العلم والفلسفة وأصول الدين في المملكة المغربية في أحد الله يرحمه حسن ثاني. أنا مغربي. إذا كنت مغربي أنا مغربي أكثر منك، لأني درست بمنح المغرب بفضل المغرب وبيعني إنجازات لحسن الثاني في سنة 1986 حتى سنة 1990. أنا في المملكة المغرب العربية الشرق. إذن أنا أعرف المغرب أكثر منك. ولكن صح إخوتك مسدود عليك. لا تتحدث بين البلدين اسمعني جيدا، لأنك لست وزيرا ولا سفيرا. تحدث عن القرى. لا اسمعني. تحدث عن القرى. منفال ساك بما أنك الحمد لله يعني جمائل المغرب كبيرة عليك، وأنك تعرف المغرب أكثر منا، فكن سفيرا للمملكة المغربية وانصح إخوتك وأخواتك. لا أنا لست سفيرا. أنا تعلمت في المغرب وتبركت في المغرب ما شاء الله، وأنا في بلادي مريح دائما. يعني أنا يعني حياتي كلها قضيتها في المغرب، ولكن قلت لك أن الباب بين المغرب والسنغال مسدود أمامك. لا تتحدث أبدا بين الحكومة والحكومة. نحن أشقاء، نحن أحباء، نحن أصدقاء. من فضلك أتفق معك. المشكل بين المغرب والكاف، والمشكل بين السنغال والكاف. أنا الحكومة. والله شوف، أنت جاء عندك الأذان
بما أن جعل عندك الأذان سأذكرك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله ننصره مظلوم ولكن كيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم، امنع إخوتك من الظلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أخي أن القرى في كل شيء. نحن يعني نرى في السنغال بعد أعيان فريقين نفس الفريق في السنغال جاندك وجراف، ترى الجمهور يتضاربون يضربون الحكم يعني في أي شيء. في المغرب كذلك أحيانا ترى البداوي أو مغرب الفاسي يقوم الجمهور بالغضب. في إيطاليا يعني هذا ليس يعني طبيعي في الرياضة، هذا شيء يعني عادي في الرياضة في أي مكان. إذا اعترفوا هو خطأ أو لا هذا في الرياضة؟ لكن قلت لك يا أخي الكريم الشغب خطأ في الرياضة أو لا؟ ولكن هذا خطأ طبيعي يعني موجود في جميع أنحاء يا أخي الكريم شوف أخي الكريم منفل، أنت اليوم يا أخي الكريم تريد أن تطبع لنا الأخطاء والهفوات، أنت عليك أن تخرج وتقول وتعتذر. من بين الأخطاء دقيقة، من بين الأخطاء أنا صراحة أنا لا أؤمن إلا بالله ولا أؤمن إلا يعني الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم وقل الحق ولو كان مرا وقل الحق ولو كان على نفسك. يا أخي نحن دخلنا الكرة صحيح، في البداية كان المقابلة رائعة جدا ما شاء الله، يعني الكرة المغرب لعب يعني كرة رائعة في المستوى، السنغال لعب كرة رائعة في المستوى. طيب سجلنا الهدف الأول ورفض الحكم لا بأس، هناك يعني احتجاجات، هناك ضربة جزاء رفض يعني السنغاليون. الخطأ هو لم يكن من الواجب على المنتخب السنغالي أن ينسحب من الملعب، هذا كلنا نعرفه، هذا خطأ فادح، يعني لازم أن يبقى في الملعب. خروجه من المغرب خطأ فادح جدا، أنا نعترف بذلك، ولكن المشكل المسؤول الحقيقي هو الحكم، لأن الحكم لو طبق القانون أنا أقول يعني كصادق، لأن يوم القيامة في قبري بيني وبين الله لا يأتي أحد ليساعدني، لا أنت ولا المغاربة ولا السنغاليين، هذا بيني وبين ربي. كان على الحكم بعد غياب، ربما هناك من يقول بعد غياب ل 25 دقيقة، هناك من يقول مهم، إذا انسحب منتخب ما بدون إذن من الحكم لمدة معين فعلى الحكم أن يصفر نهاية المقابلة. ولكن لماذا لم يصفر الحكم؟ ثانيا بما أن الحكم بنفسه سمح لرجوع المنتخب السنغالي وسمح بضربة الجزاء وسمح بمواصلة المقابلة وسمح بتسجيل المنتخب السنغالي واعتراف المنتخب السنغالي، هذا لقب جائز ومتاح للمنتخب السنغالي. لماذا؟ لأن الحكم سمح بذلك وقرر بذلك. انتهيت؟ هذا أول كلام. خلاص انتهيت. القطع من الحكم يا أخي. أنا سأجيبك على هذه الجزئية. كم من فريق وكم من عداء ربح بالحكام وانتهت المباراة بنصره وتم تتويجه بالكأس وبالميداليات، ثم شهر وشهرين وحتى 9 أشهر عندما يعرف أنه ارتكب خطأ فادحا يمنعه من ذلك يقال له أرجع وينتزع منه اللقب. إذا أعطيني مثلا، اسمع، لا اسمع جيدا، أعطيني بلدا واحد. السنغال، بطل العالم السنغال. لا أقول هذا لأول مرة يا أخي، هذا لأول مرة. اسمعني جيدا، لا اسمعني جيدا. هنا عندما أقول النتيجة، هناك مباريات وهناك ألقاب وهناك ميداليات حتى تعطى للعدائين ويتم تتويجهم فوق البوديوم ويعطى لهم، ثم يكتشف بعد ذلك خطأ. وهناك حتى السنغال تم هزيمتها في تأهل لكأس عالم أعتقد من قبل 17 سنة، وتم تتويج ذلك الفريق وأعادت المباراة بعد 9 أشهر وتأهلت السنغال إلى الكأس العالم بدل الفريق الآخر. بمعنى أن النتيجة التي يعلن عنها الحكم ليست نهائية ما دام قائمة على أخطاء قانونية لا يسمح بها القانون المكتوب. أنتم اسمعني جيدا، أنت الآن اعترفت أمام الجميع أن القانون هذه قوانين، ليست هذه قوانين. الحكم يحكم في القوانين التي هي صحيحة، أما في القوانين غير الصحيحة عندما يخالف فيها لا يعد الحكم هو من يحكم فيها، اللي يحكم فيها هي الهيئات التي فوقه. فهو ولو اسمع جيدا، ولو أن الحكم رضي بذلك، الفريق المنافس هذا حقه أن يعترض بعد المباراة أن هذا الفريق غادر الملعب وهذا خطأ فادح وعليه أن يتم إعلانه خاسرا ويتم إحقاق الحق. هذا هو الذي يجب أن تفهمه. نعم. طيب قلت بأن كم من بلد أو كم من فريق توج
بطل من بعدين رجعوا صحيح، ولكن هذا يعني مخالف ما حدث في المغرب. راينا اعداء يعني في جوز اولمبيك هناك يعني ناولوا المنشطات من بعد حرموا يعني بالارض لانهم ناولوا المنشطات. نعم هذا طيب باب اخر. لا دقيقة أنا قلت أن قرار الحكم ليس نهائي. لا، قرار الحكم نهائي بالنص الكاف. لماذا لا طيب ما شاء الله. طيب إذا قارنا مثلا إعادة المقابلة بين السنغال وجنوب إفريقيا مختلف تماما، مختلف، لأن العالم كله كان يرى أن الحكم كان ضد السنغال وأعلن ضرب الجزاء. كلهم رأوا فيفا بنفسه أصدر حكما لإعادة المقابلة. يعني هذا كله يعني ما شاء الله لا بأس به. إذا الفيفا هنا خلفت الحكم، وأنت تقول لي أن هذه قاعدة على أن الحكم عندما يعلن على النصر وعلى يصفر عليه لا يمكن أن يعارضه أحد. القاعدة فاسدة، القاعدة التي قلت فاسدة. هناك خلاف بين النصر واللقب. لا المباراة يعني اسمع أخي الكريم، ليس تجويد بل أنتم وقعتم في مخالفة. أنت اعترفت بالمخالفة، عليكم أن تتحملوا نتيجة المخالفة بالقانون. الذي غادر الملعب. السنغال لم تنسحب، السنغال خالفت الحكم وغادرت الملعب ولو ل5 دقائق. لا ليس مخادرة، يعني خروج اللاعبين كاملين بدون استثناء. انسحب يعني كان هناك بعض اللاعبين، كان هناك صادمان يا أخي اسمع جيدا. الفريق لا يمكن أن يلعب. يقال ما هو الفريق؟ ما هو أدنى رقم يمكن أن يلعب به فريق؟ 7. هل بقي 7 من السنغاليين على الملعب؟ لا لم يقم 7. خلاص انتهى الأمر. إذن لماذا قلت لك يعني المسؤول للحاكم؟ إذن المشكل ليس بين المغرب والسنغال كما قلت لك سابقا، مشكل بين السنغال وكاف والمغرب وكاف. ولكن أرجوك يمكن أن تتحدث بالكرة وبالرياضة ما شاء الله، ولكن اترك كلمة الشعب السنغالي والشعب المغربي. يعني لا شوف لا أنا منفل. شوف منفل. أنا أقول لك هذا الكلام. أنا لا أتحدث أبدا عن الشعب المغربي وعن الشعب السنغالي. لا الحمد لله. لا وأنا أتفق معك. شوف وأنا أصلا أنصح الناس، لأن هذا لا أنا أمثل الشعب الفلاني ولا الآخر يمثل، ولا يجب أن لا المشاكل نجعل منها مشعلا بين الشعبين. هذا لا أقوله أبدا. شكرا. لا أنا أتفق معك بالنصيحة، وأنا أتفق معك بالنصيحة وأنا ضد ذلك. ولكن حبي أنا في السنغاليين اللي هم آلي ومعرفتي بهم، علي أن أطبق وأفتح عينيهم في تجاه إخوتهم على أن هناك خطأ ارتكب. وأنت تقول لي لا تميل. لا، أنا أتكلم هنا عن الظلم. لا أنا قلت لك أن هذه الأحداث في الرياضة طبيعي في المغرب، في موريتانيا، في فرنسا. ألم ترى بين ريال مدريد وبرشلونة كان هناك حرب عالمية ثانية؟ فقط كرة يعني عادي. ولكن مشكل كما قلت لك، أنا موافق معك أن نتحدث الكاف ارتكب خطأ، الحكم ارتكب خطأ، المغرب طلب العدالة وحقه في الكاف، ولكن أن لا ناقص المشكل ليكون مشكلة حقيقي بين الشعب المغربي والسنغال. لا نتمنى ذلك. لا. شكرا جزيلا لك، ما شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أخي. تفضل أحد الإخوة ولا الأخوات. إذا سمحت يا الأخت مريم. تفضل سي بولمر تفضل. لا صراحة الكلام جميل، والنقاش أعجبني النقاش بين الأخ أبي طالب والأخ منفل. هذا هو النقاش. أنا كلام جميل أن يكون النقاش قانونيا. أولا سلام الله عليكم وعيدكم مبارك سعيد. أحسن شيء هو أن يناقش الجانب القانوني. خلينا من الشعوب وخلينا من كل شيء. المشكل مشكل قانوني بالدرجة الأولى، بعيد عن العواطف وبعيد عن كل الكلام. هناك إشكال قانوني. الشيء الذي يجب أن يفهمه الأخ السنغالي، وهذا هو الشيء الذي أراد أبي طالب أن يوصله إليك، أن القوانين، وأنت قلت أن هذا الشيء يوقع، نعم يوقع في المغرب، يوقع في السنغال، يوقع في أي بلد موريتانيا، ولكن أين هو الإشكال؟ هو حينما يقع يجب أن يطبق القانون. هذا هو الإشكال، هو مدى استجابة الناس لتطبيق القانون. ما حصل؟ أنت قلت هذا كلام، أنا أعيد كلامك أن الحكم كلامه قانوني، ولكن إذا كان رأيك صحيح، إذا لماذا نحن نؤسس اللجان؟ ليس هناك لجنة ابتدائية ولجنة استئناف والطاس وقانون أساسي وعقوبات وفصل 82 وفصل 80؟ لماذا كل هذا العبث بما أن كلام الحكم هو الذي يمشي؟ هذا غير منطقي. الحكم هو واحد الشخص يدبر المقابلة في إطار إمكاناته أو في إطار يعني قدراته القانونية والشخصية. يمكن الحكم أن يخطئ، يمكن اللاعبين أن يخطئوا. في هذه الحالة
نلجأ إلى القانون. المسألة هو أن ما حصل فيه خروج عن القانون، ما حصل ليس قرآنا منزلا، هناك أخطاء قانونية يجب أن نلجأ إلى القانون. اللجنة الابتدائية قالت كلام، اللجنة الاستئنافية خرجت بقرار نحن نراه مفيدا، لأن المسألة هذه كرة، الناس لعبت في المقابلة وارتكبت أخطاء، وأنت اعترفت بأن هناك أخطاء، الانسحاب وأخطاء أخرى ربما لم تراها أنت، أراها أهل الاختصاص، لأن هذا الحكم سيقول أنه مورس عليه ضغط ألا يخرج بطائق صفراء. بطائق صفراء عدد كبير من اللاعبين سيطردون، على الأقل أربعة من السنغاليين سيطردوا، خاصة اللي عندهم بطاقات صفراء. بطاقة صفراء ثانية يعني الطرد، ستصبح السنغال إما أنها تلعب ب7 8 ديال اللاعبين أو يوصل واحد العدد وتخرج بحالها. إذا حنا ماذا نقول نحن المغاربة؟ نحن نريد فقط تطبيق القانون، القانون فقط. القانون ديال الفيفا والقانون ديال الكاف وجد ليطبق، ونحن نريد أن نعلم إفريقيا، نحن أفارقة ونعتز بإفريقيتنا، أننا يجب أن نلجأ إلى القانون. انتهى زمن أعطيني هذه المقابلة، أعطيني هذا الكأس حتى أنا عندي مشكل. أنا أسمع الآن أخي أبي طالب أشياء غريبة، أن الرئيس فلاني تدخل وقال خلوا الكأس هذه السنة لهذا الفريق. التوانسة يقولونها، في الجزائر حصلت، في مصر حصلت. أنا عندي أزمة سياسية في البلد يجب أن تتخلى لي عن الكأس. هذا الشيء كان يحصل في إفريقيا. نحن نريد أن ننتهي من هذه الخزعبلات، لأننا نريد إفريقيا التي نفكر فيها. مسألة الشعوب، نعم أنا ضد إقحام الشعوب، الكلب. المسألة بيننا وبين الكاف والسنغال مشكل قانوني يجب أن يحل في إطار القانون. إذا كان السنغاليون على حق والكأس كأسهم مبروك عليهم، وإذا كنا نحن على حق فالكأس من حقنا. حتى أختم، يأتيك واحد ويقول لك لا المباريات تربح في الملعب. نحن كنا في الملعب، هل كنا في الحمام؟ كنا في الملعب ولعبنا بطولة ووصلنا إلى النهاية، وكان أمامنا ضربة جزاء كان ممكن أن نسجلها وننهي القصة، ولكن لأسباب نحن لا نعلمها تم التغاضي. إذا لا تقول لي أنها تلعب، نعم لعبنا في الملعب، وإذا أخذنا الكأس أخذناها من الملعب، لأننا كنا حاضرين 11 مقابل 11 داخل الملعب، كانوا سيسجلوا علينا وكنا سنسجل عليهم، لم نكن مكتوفي الأيدي. نحن سالت دماؤنا في الملعب، اللاعب سال دمه في الملعب، وتقول لي أنت يجب أن تربح في الملعب. نعم نحن كنا في الملعب ولعبنا في الملعب وانتصرنا على فرق كبيرة، ووصلنا مع المنتخب السنغالي الشقيق إلى النهاية، وكنا نحن أيضا أجدر، هم كانوا أجدر بأن يأخذوا الكأس ونحن أيضا أجدر بأن نأخذ الكأس. المشكل أننا نطالب بحقنا من الناحية القانونية. يأتي من يقول هذه الكأس لا مسوسة، لا هذه الكأس هي التي نحبها. هذه الكأس قال الأخ السنغالي أول مرة في أي شيء أخي أبي طالب، وأنت إنسان أكاديمي، أي شيء فيه أول، أي شيء فيه أول، أي حادثة، أي اختراع، أي اكتشاف دائما كاين الأول، ويجب أن نكون نحن الأول حتى لا تتكرر هذه المسألة، وكل من لم يعجبه قرار يسحب أولاده وينسحب. نحن نعم أول وسيكون الأول، وإن شاء الله سيكون الأخير حتى لا تعاد هذه المسائل مرة أخرى. مرحبا، تفضل لاله مريم. تحياتي أبي طالب وتحياتي للضيف ديالك الكريم وبالطبع السي الدكتور بونمر ومولاي. أنا ما غاديش نتكلم في الشق القانوني، أنا ما غنتكلمش فيه، لأني اللي فهمت من الأخ السنغالي على أنه لم يستوعب هذه المسألة القانونية، فبالتالي أنا ما غاديش نشرحها أكثر من أنت شرحتيها أو شرحها الدكتور بونمر، لكن غنتكلم في الشق الآخر، هو الشق الإنساني والشق الاجتماعي. يعني نبغي نوصلوا على أنه للأسف أنا كمغربية كنت من الناس اللي كنت أتمنى على أن يكون النهائي مغربي سنغالي. تخيل أني لم أتمنى أن يكون النهائي مغربي مصري على أساس أنه مصر مثلا دولة عربية، يعني لم أتمنى أن يكون يعني النهائي مغربي تونسي. تمنيت على أن يكون النهائي هكذا، كنت أدعو والله، كنت أقول أتمنى أن تصل السنغال للنهائي والمغرب ونلتقي، كنت أقول هكذا بالحرف يعني لأصدقائي ولعائلتي، يعني إذا فزنا الحمد لله، وإذا فازت السنغال واستحقت مبروك عليها، هكذا كنت أقول، وهذا ما كان يقول جل المغاربة، وهو مولاي معايا وبونمر معايا، وأعتقد أنهم على نفس الرأي. ولكن ما فعله للأسف، ما فعلته الجماهير السنغالية، هنا نتكلم على الجماهير الكروية، لأنه يمكنش نعموا على السنغال ككل كشعب، نتكلم على الجماهير الكروية. يعني سبحان الله كسر هذه المحبة التي كانت ما بيننا نحن كجماهير مغربية كروية وجماهير سنغالية كروية، رغم أننا نعلم بتاريخ السنغال الكروي الكارثي يعني كجماهير وما يفعلون، ولكن رغم ذلك كنا نقول على أن الروابط التاريخية والروحية والعلاقة القوية ما بين هذين البلدين، خصوصا أن جلالة الملك سبق يعني، وأنه كان يعني عيد العرش يعني كان الخطاب من السنغال، وهذه كبيرة جدا أن ملك البلاد يكون في السنغال ضيفا ويدير الخطاب ديالو من ثم. فصراحة صدمنا، ليس فقط في النهائي، صدمنا ما قبل النهائي من تصريحات المدرب، هذا المدرب الذي أخذ الشهادة من المغرب مجانا وتدرب في المغرب يعني، وكان يشكر المغرب آنذاك،
ضمن تصريحاته اللي بينت على أن هنالك شيء يحاك، وعلى أن هنالك شيء غير طيب يحاك تجاه هذا البلد اللي هو المغرب، بلدي، هذا البلد الطيب. فيعني وبدأت تلك التصريحات المشمئزة على أنهم جئنا بالقطار، مع أن القطار، وأنت أضرب أبي طالب أنت دائما في المغرب تي جي في من أسرع القطارات يعني في العالم، يعني أفضل من أن يأتي من طنجة يعني بالطائرة. وكذلك يعني هو من أعلن يعني على متى سيصل، ونرى تلك الحشود التي جاءت لترحب يعني من حقها بفريق بلدها، ولكن هم من أعلنوا على موعد وصولهم، وفي النهاية اتهموا المغرب واتهموا يعني الأمن المغربي، رغم أنهم لم يحصل لهم ولا شيء، كانوا يعني ولله الحمد في أمن وأمان. وإحنا شفنا عندما ذهبوا بالكأس إلى السنغال، شفنا الأمن ما شاء الله كارثي سبحان العلي القدير، والأجواء كارثية. فكان يعني كلامه وكل ما فعل يبين، رغم أنهم كانت يعني من الفرق اللي حظيت بأجمل مدينة اللي هي طنجة، وما أدراك ما طنجة، عروس الشمال، بأفضل ملعب يعني، وكانوا مستريحين، لم يغيروا لا المدينة ولا الفندق ولا أي شيء. ورغم ذلك يعني سبحان العلي القدير لم يعترفوا ولم يعني هذا الخير الذي فعله معهم المغرب، يعني قدرناهم على أساس أن السنغال كما قلت شعب شقيق وقريب وروابط تاريخية وقريب لنا أكثر من بلدان مجاورة لنا، يعني هذا الشعب كنا نعتقد، ولكن فوجئنا بأنهم ما في قلوبهم ليس هو ما يبدونه، ما في قلوبهم تجاهنا ليس هو ما يبدونه. ولا أعمم، لأن التعميم لغة الجهلاء، أنا أتكلم هنا على من هم في قلوبهم مرض وشر تجاه هذا البلد. فبالتالي ما نجيش هنا ونتكلم أنا ونقول لك على أنه لم يكسر شيء، لا كسر الكثير. ما فعلته السنغال معنا يعني أعطانا درسا نحن كمغاربة، أننا أصبحنا نؤمن بمقولة الدكتور عبد الله العروي أنه جارنا هو البحر، وأننا شعب يجب أن يعلم على أننا نعيش في جزيرة. وهو هنا لا يقصد على أننا يعني لا تكون هنالك علاقات أو أننا وحدنا في هذا العالم، لا، هو يقول على أنه لا أحد سيكون معنا أو يقف معنا إلا نحن أنفسنا يعني. وفهمنا كذلك مقولة الحسن الثاني أنه ليعلم العالم مع من حشرنا الله، ليس فقط يعني هو يتكلم على الجوار، ولكن الآن فهمنا نحن كمغاربة أن الحشر الذي تكلم عليه الحسن الثاني وأبعد من الجوار، الجوار هو كذلك، يعني ممكن أن ينقلب عليك ويبدي ما في قلبه في أي لحظة. فبالتالي أنا فخورة بما فعلته الجامعة الملكية المغربية وبما فعله المغرب، أنه ذهب قانونيا واسترد حقه قانونيا، لأن المغرب لا تلوى ذراعه، حاولوا أن يلووا ذراعنا. يعني كيف أنك تجي بلد قدمت أفضل تنظيم في القارة الإفريقية، تنظيم يضاهي التنظيمات الأوروبية، وتجي انت وملاعب أفضل حتى من بعض الملاعب الأوروبية، وتجي انت وترحيب على أعلى مستوى وضيافة على أعلى مستوى وأمن وأمان وأجواء رائعة، وتجي انت يعني في آخر يعني نهائي آخر مباراة وتخلي جماهيرك يعني جاية بنية مبيتة للتكسير وللضرب وللفوضى. والحمد لله أن المغاربة أبانوا على رقيهم وعلى علو كعبهم وأبانوا على أخلاقهم وشهد بها العالم، لأن كانت الجماهير المغربية 60,000 أكثر من الجماهير السنغالية، ولو كانت هذه الجماهير المغربية بخلق الجماهير الكروية السنغالية لكانت حصلت مجزرة وكارثة، لكانوا طحن كل سنغالي موجود في الملعب. ولكن ولله الحمد أننا شعب متخلق يعني، ونستحمل الضيف حتى لو كان غتيتا قليل الأدب، نستحمله ونقول هو ضيف وفي النهاية سيرحل. فالحمد لله أنه يعني بقينا متماسكين، والآن القانون أخذ لنا حقنا وغنبقاو في القانون، وكما قال القجع الطاس ومشى لها أيام عيسى حياته، ونفوتوا الطاس، لو هنالك شيء أكثر من الطاس سنذهب له، وحقنا يعود وكرامتنا عادت ولن نتنازل. ومن حاول أن يلوي ذراع المغرب لأنه تواطأ مع جار عدو وتواطأ مع بلد يعني أخرى في شمال إفريقيا لأنها يعني تتنافس مع المغرب ولكن بخبث، في الوقت الذي المغرب يتنافس بشرف وتحاول الإطاحة به، وهنا أتكلم على مصر، وتواطأ مع فرنسا، فذلك شغله ولا يعنينا، وحقنا أخذناه وسنأخذه، والكأس ستعود للمغرب، والنجمة ستكون على القميص المغربي، وملفنا قوي، والمغرب ما استنف حتى يعلم بأن الملف قوي. وأتمنى أنها تمشي للطاس وأن يخرج المغرب كل ما لديه من تسجيلات ومما يعني وقع وتواطؤ ليتبين للعالم يعني معاناه المغرب وبالمكيدة اللي كانت يعني تحاك لها أخي أبي طالب. فإن ما يجيش واحد يبقى يحاول لا ونحن إن كنت نحن ونحن الأولى أن تقولها لجماهير الكروية في بلدك، أن تقول لهم عيب ما فعلتموه والقانون قانون والتزموا الآن بالقانون، مش يخرج لنا احنا رئيس بلدك يعني والمتحدثين في بلدك ويتكلمون على رشاوى ويسيئون لبلدي وتجي انت بلد وتقول لي لا نحن شعبين شقيقين. إن كنا شقيقين فالمفروض على أنك أن تقول الحق في نفسك أولا، وأن تشهد بالحق أنت أولا. إن كنا شقيقين
هذه هي معنى الشقيقين، ماشي شقيقين انك تجي لنا وتبغي يعني تلوي كاعي وخاصني انا لا نحن اشقاء ولا لا روابط روحيه لا ويقولون لملك البلاد امير المؤمنين لا ماشي مشكل يعني نتجاوز لن نتجاوز انا جاوبك ان شاء الله دقيقه اعطيني لحظه خليني اكمل لا اكمل مداخلتي لن نتجاوز اما عشان دقيقه تهدري انا استهلت ما نفعل ستكمل كلمة اسكت استحمل. احنا تحملنا فوضى الجماهير السنغالية 60,000 في الملعب وكنت منهم ولم ننزل ولم نتكلم فتحملني. المهم سأقول لك أبي طالب باش نكونوا منصفين، احنا من يحبنا نحبه كذلك في الله، ولكن انك انت تقول لي انا احبك ولكن نجي نخرب لك ومعليش تحملي من اجل المحبه، هذه ليست محبه. اسمح لي، اللي قليل الادب يتربى، واللي ما لا يحترم القوانين اجبره على ان يحترم القانون. القانون خلق حتى نحترمه وحتى ينظم ما بين البشر باش نكونوا واضحين. القانون قانون ولو مع اخي، القانون قانون ولو مع اختي، ماشي انا على ود انه اخي او اختي نقول معليش ما عنديش معليش. وتحياتي يا ابي طالب. نعم دقيقة لأجيب على هذه السيدة التي ربما لم تفهم كلامي قبل أن يعني تبدأ تتكلم. أنا في قبل قلت لك بأن الجمهور السنغالي والفريق السنغالي قلت لك أن انسحاب المنتخب السنغالي في القانون غير مقبول. إذا أنا أقول الحقيقة، نحن يعني نرى مباراة في أوروبا وفي كل شيء، ونعرف أن الفريق الذي ينسحب من الملعب بدون إذن من الحكم يعتبر قاصرا. وقلت لك المسؤول الوحيد هو الحكم، لماذا لم يطبق القانون في ذلك الوقت؟ أما هذه السيدة المكرمة تقول شقيقة، نحن أشقاء، يعني أردت أم رفضت. هذه الأحداث الكروية لا تستطيع أن تفسد شيئا ولو شبرا في العلاقة المغربية السنغالية، لأن هذه العلاقات كانت قبل وجودي أو وجودك أنت بنفسك. صحيح أنا أعرف طنجة، أنا سكنت في طنجة أكثر من 5 سنين، إذن أعرف طنجة. ولكن ما أريد أن أقول هو أن المغرب ليس له مشكل مع الحكومة السنغالية. المغرب له الحق أن يطلب العدالة لدى الكونفدرالية الأليفة لكرة القدم، وكما أن السنغال له الحق أيضا أن يطلب العدالة من لا كاف. يعني المشكل ليس بين الشعبين. أما الجماهير، قلت لك جماهير في أي مكان على وجه الأرض. نحن نرى يعني قتلى ماذا حدث بين إيطاليا وألمانيا في كأس العالم، حتى انتقلت الشرطة، هناك جرحى، هناك إصابات، ولكن هذه أحداث يعني كرة القدم. ولكن هذه الأحداث لا تستطيع ولن تستطيع أن تغير شيئا على العلاقة الوتينة التي تربطنا بين المغرب والمملكة، بين السنغال والمملكة المغربية. وشكرا لك. إذا أنا قبل مولاي سأعلق تعليق بسيط على كلامك. أنا أتفق معك أنه لا يجب أن تؤثر هذه الأحداث التي تقع في الملاعب، ومع الأسف الشديد كما قالت الأخت هذه ليست أول مرة. أنتم في الحقيقة بكل أمانة، وهذا أنا أعرفه لأنك تعرف أنني أعرف السنغال، داخل السنغال حتى لا تمر مقابلة إلا بصدامات كبيرة داخل يعني البطولات الداخلية في وسط السنغال. ولكن بعد هذا كله الذي أنا شخصيا رأيتني أتحدث عنه أنني أعتقد جازما وأقوله، والذي ما رضيتش أنت به، أن الحكام الحاليين للسنغال لم يكونوا على المستوى في تصرفهم عقب ما جرى. وأعطيك مثال، من هو المتسبب فيما جرى؟ هو المدرب الذي دخل على الملعب، اقتحم الملعب. إلى فيولي، اسمعني، أنا معك دقيقة اسمح لي دقيقة نكمل. إلى فيولي لو تيران، اغتصب الملعب وخرج ملاعبه واثار هذا المتظاهرين وخرب كل شيء. ماذا فعل؟ عندما ينزل من الطيار، اسمعني نكمل، غير اسمعني نكمل. عندما ينزل في الطيار جاء باسيلو جوماي فاي جاخار فاي وعلق له وسام وطني، وسام استحقاق وطني. كيف بغيت المغاربه يشوفوا هذا الشيء؟ السيد اللي من البدايه كيف قالت لك الاخت لاله مريم قبل المباراه هو يحمي ويقول المغاربه وساونا وعدونا وكذا، وتسبب في كل شيء. عندما رجع الى بلده تم توشيحه على انه بطل قومي، وتقول لي انت لماذا تتحدث كذا وكذا. الفت الانتباه، انا شوف انا سياسي وباحث واعرف ما يقع، ويجب ان الفت هذه الامور حتى ينتبه لها الاخرون، لان كلامي لما يصل الى المسؤولين انا انبههم على الامور الخطيره التي يقوم بها في وجه
المملكة المغربية، لأن هؤلاء هم المسؤولون اليوم. ننتظر منهم كما قلت أنت أن هذا المسؤولين يراعوا هذه العلاقات التاريخية، يراعوا هذا. نحن نرى فيهم أخلاق ليوبولد سيدار سينغور وعبدو ديوف وحتى عبد الله الواد، هذا كامل نحن، ولكن نحن رأينا أن هناك فئة شعبوية تحكم. هذه الفئة الشعبية مهم عندها فقط أن ترضي هؤلاء بدل أن تعترف بهذه الأخطاء وتصلحها. أنا مثلا أقول لك، أنا كمتابع، لو أني شفت الرئيس مثلا وشح باستحقاق ماني، أنا ربما أفهم، على الأقل ماني شفناه، ما رأينا أنه يقول لهم تعالوا نزلوا نلعبوا كرجال لا تغادروا الملعب، هذا أتفهم. ولكن المتسبب في هذه المشاكل كلها تعطيه توشحه، ماذا تريدني أن أفهم هذا؟ أنك أنت كحكومة تدعم هذا النوع من العمل. تفضل أخي الكريم. اولا يعني قبل يعني هذه الاحداث، انا اول تصريح للمدرب السنغالي كنت ضد لما كان يخالف التنظيم الجزائري من المغربي. انا قلت لنفسي يعني هذه التصريحات لا يجب عليه ان يقوم بهذه التصريحات، لانه نظم الجزائر كاس عالم او كاس شبان، كاس افريقيا للشبان، هذا تنظيم جزائري. اذا هو ليس من واجبه ان يقول ان تنظيم الجزائر احسن والافضل، هذا ليس في مهمته. انا اول من يعني اخذ الله وقلت هذا تصريح قاطع، هو مدرب فليحتم كمدرب، لانه ربما لا يعرف العراقل والمشاكل او يعني ما يجري بين المغرب والجزائر. ربما مساعديه هم من الجزائر، ربما هم يعني ادخلوا في راسه ما هو ليس يعني معقول. طيب، اما الوسام يا اخي، كل مدرب في العالم ياتي باللقب كيف ما كانت الامور لو الحق في الوسام، يعني هذا وسام شرف يعني، ورغم انه ارتكب اخطاء، ما انه جاء باللقب القاري يعطى الوسام. وهذا هو الخطأ. بغض النظر عن سلوكه، يعني بغض النظر عن سلوكه هو جاء بالكاس. خليني نكمل. لا تعد هذا الامر. الاستحقاق لا يعطى للنتائج، يعطى للتصرف، والا ما يعطى لواحد مات. انت يمكن ان تهزم وتموت ويعطى لك وسام نتيجه لتصرفك. اقرا الدستور السنغالي يقول على انه يتم توشيح نظرا لتصرفه واعطائه المثل للاخلاق العاليه. لا يا اخي، ليست النتيجه. مهم. لا اريد ان اكون يعني بخلافات معك. انا افهم اللغه العرفيه وانت تفهم اللغه العرفيه. هم كانوا يقولون انه كان يحارب ضد يعني ما كان يقول بالحكم ضد المنتخب السنغالي. هم كانوا يقول انه دافع عن الشرف السنغالي، مش ضد المغرب، ضد الحكم. مهم كيف ما كان الحال. على اي، انا ما اريد ان اقول بانه يعني الجمهور اخطا، صحيح. لو كان في السنغال، لو قام المغاربه او اي جنس ما في السنغال بهذه التصرفات، فستقوم يعني الحكومه السنغاليه ايضا بمحاكمتهم كما انهم موجودون الان في سجون المغاربه، سيحاكمون محاكمه يعني عادله ما شاء الله. ولكن كيف ما كانت الامور، كيف ما كانت الاحداث، كيف ما كان الحال، قلت لك هذه الاشياء قليله جدا وبسيط. لا تستطيع ولم تستطع ولن تستطيع ان تشبب لو شبرا مشكله بين العلاقات بين المملكه المغربيه والسنغاليه. شكرا. أتمنى ذلك. شكرا.